جالي سؤال مهم قوي من عميل بيفكر ان هو يستثمر في راس الحكمة، بس هو عنده شرط: ابيع بعد سنة، ابيع الصيف الجاي، اختار ازاي؟ انا قلت له اختار ازاي، وحبيت ان انا اشارككم الرأي لان اكيد فيكم ناس بتفكر بنفس الطريقة. كملوا الفيديو وهقول لكم انا قلت له ايه. مبدئيا انا ضد البيع السريع، يعني انا ضد البيع اللي هو بعد سنة. دايما الاستثمار العقاري هو استثمار طويل الاجل، لازم نصبر عليه شوية. بس تمام، خلاص، هي في ناس بتحب الاستثمارات السريعة حتى لو هي مش هتكسب فيه قوي. انا وضحت له طبعا النقطة دي الاول، وبعدين قلت له يختار ازاي. اول حاجة لما يجي يختار، هو ما يختارش مشروع بيتباع ليه سنة وسنتين، لان هو كده مش هيكسب فيه. هو يختار المشروع اللي نازل طرح اول، لازم يدخل في الطرح الاول. طالما انا بفكر ابيع بعد سنة، ممكن اختار المشاريع التانية لو انا ما عنديش مشكلة، اصبر سنة 2 3، اصبر لحد ما المشروع يتسلم، تمام. انما طالما انا عايز ابيع بعد سنة، يبقى في الحالة دي ادخل المشاريع الطرح الاول، مش مرحلة جديدة في مشروع. فده افضل طريقة للاستثمار، سواء بقى ساحل، سواء تجمع، سواء اي مشروع تاني. ما ندخلش في المراحل الجديدة، ندخل في المشاريع الجديدة. طالما انا قررت ان انا ابيع بعد سنة، ومش هقدر ان انا اكمل اكتر من كده. بس في كل الاحوال، حتى لو انا داخل اي مشروع وانا مقرر ان انا هبيع بعد سنة، لازم اكون مأمن كويس قوي صوتي، وعامل حسابي ان مش شرط ان انا اول ما هعرض اليونت للبيع ان هي هتتباع بسرعة. يا جماعة، ده ممكن يحصل، مش هقول لكم مش ممكن يحصل. انت ممكن تنزل يونت اعلان على يونت للبيع تتباع تاني يوم، عادي جدا. بس مش ده الاساس، لا خالص. فما ينفعش ان انا ازنق نفسي واضغط على نفسي، لا، انا لازم اكون الاقساط متوفره معايا، وعارف ان انا اقدر اصد على الاقساط فتره، واعرض بقى اليونت للبيع وتتباع وقت ما تتباع. دي كانت معلومه صغيره على الماشي، حبيت اشاركها معاكم.